بصوا يا جماعة، ان انت تعمل فيديو علشان تتكلم فيه عن المنتج بتاعك او الخدمة او الموهبة اللي عندك اللي انت عايز تسوق لها، بقت دي رقم واحد في التسويق الالكتروني. التكست ان واحد يكتب حاجة والناس تقراها، او البلوجز او كده، كانت موجودة زمان ولغاية دلوقتي لسه ليها الناس بتاعتها، ولكن الاتجاه دلوقتي الاكبر ومعظم الناس بتتجه للفيديوهات، يا اما تسمع يا اما تشوف. حتى البودكاست اللي عن طريق السمع دلوقتي بقوا الناس تفتح الكاميرات وتعمل البودكاست قدام الكاميرا. فبعد ما كان زمان اسمه اوديو بودكاست، النهارده بقى في فيديو بودكاست، الناس تحب تتفرج على الشخص وهو بيتكلم. فقد كده الفيديوهات دي بقت مهمه. وبالتالي انت لو صاحب اعمال، عندك سيرفيس، عندك موهبه وعايزه تسوقي لها، يبقى لازم ان انت تستعملي الفيديوهات. انا اسمي رانيا سلطان، انا خبيره تسويق الكتروني، سيرتيفايد ديجيتال ماركتر، ومعايا MBA، معايا ماجستير في الكوميونيكيشن ستاديز، وانا كوتش معتمد من الانترناشونال كوتشنج فيدريشن. انا بزنس كوتش، بساعد اصحاب الاعمال واصحاب المواهب انهم يقدروا يوصلوا للبزنس، للكلاينتس بتوعهم، يكبروا البيزنس، وبالتالي يقدروا انهم يعملوا الارباح اللي نفسهم انهم يحققوها. فانت لازم ان انت تعمل فيديوهات. ناس كتير هتيجي تقول لي: طب يا رانيا، انا ما بحبش اقف قدام الكاميرا، ما بحبش اتكلم، بتلخبط، يعني تقيله على قلبي. في ألف وسيلة إن أنت تقدر تعمل بيهم فيديوهات من غير ما تطلع بصورتك، أو حتى بوشك، أو حتى بصوتك. في دلوقتي أبس كتيرة جدا ممكن تكتب السكريبت وهو يقرأ لك السكريبت ده بصوت امرأة أو صوت رجل. ممكن كمان في ابس ممكن تطلع بشكل واحد هو اللي يعمل لك الفويس اوفر ده، او بالشكل بالصوت كمان يقدر ان هو يتكلم وتشوف حركات ملامحه وهو بيتكلم عن المنتج بتاعك. لو الموضوع ده عشان تكنيكلي هاي صعب عليك، ففي كمان وسائل كتيرة جدا ممكن تجيب صور وفيديوهات عن المنتجات بتاعتك وتخليها تلف بطريقة معينة وتحط لها ميوزك وحاجات زي كده، فيبان ان هو فيديو لطيف جدا، الناس تحب تتفرج عليه وتنجيج معاه، وفي نفس الوقت يعمل الصدى اللي انت عايز تعمله. حتى نيوز ليترز دلوقتي اللي بتبعتها لك على الايميل بقت معظمها لينكات لفيديوهات، بعد ما كانت زمان ارتكلز الناس بتقراها. وبالتالي ان انت تعرف ازاي تعمل فيديو، ازاي تصور فيديو، او ازاي تكتب السكريبت بتاع الفيديو، دي بقت تول مهمة جدا لو انت صاحب اعمال. دي من الحاجات اللي لازم تعلمها. زي زمان قوي لما الكمبيوتر طلع، ايام بقى ابائنا كانوا يقول لك: انا ما اعرفش اعمل تايبنج على الكمبيوتر. دلوقتي ما ينفعش تشتغل من غير ما يكون عندك كمبيوتر. النهارده صناعة الفيديوهات وصناعة المحتوى بقت هي دي الأساس لو أنت عايز تنجح في أي حاجة بتعملها، مش بس بيزنس، لكن حتى كمان عشان تسوق لنفسك. لو أنت عايز تشتغل في شغلانة، لو أنت عايز تقدم في وظيفة، لو أنت عايز تقدم في جامعة، فبقى مهم جدا إن أنت تعرف التولز دي وإزاي إن أنت تستعملها علشان توصل للهدف اللي أنت عايزه.